سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. راني طليت عليكم اليوم بهاد الوصفاتين تاع سلطات الزيتون. وحده رايحين نديروها كيف بالزيتون الكحل ان شاء الله، والاخرى بالزيتون الخضر. صدقوني انا نموت على هاد لي سالاد، نديرهم توجور، نرافقهم مع لي غرياد تاوعي، سواء درت شوا ولا درت سكالوب ولا قليت لي ستيك ولا حتى غير مع البطاطا مقليه، يجوا بزاف بنان. تبعوني نبداو بتاع الزيتون الخضر. هنا عندي كميه تاع 150 غرام تاع الزيتون الخضر، بيان سور غسلته مليح. انا كان عندي هكا دي نوايوتي ومقطع هكا في الرقيق، ولا نقعوه نص ساعه في الماء هكا باش تروح له كامل هذيك الملوحيه. نسحق حبه تاع طوماطيش، كمشه تاع المعدنوس، زيت زيتون حسب الحاجه. الطون رايحه نستعمل الزيت تاعو. عندي نص مغرفه صغيره تاع الهريسه ونص مغرفه صغيره تاع لا موطارد، زوج فصوص تاع الثوم. هنايا اللي تحب الذوق تاع الثوم يكون باين يعني دير 3، المهم ديري من زوج حتى ل3 فصوص، ديريهم صغيورين. لي زيبيس نحتاجو غير مغرفه صغيره ممسوحه تاع الكمون وتاع البابريكا وتاع الفلفل الكحل، هذا مكان، وعصره تاع القرص بيان سور. رايحين نخدموا كلش في الاشواغ. نحطوا الكميه تاعنا تاع الزيتون، نزيدوا عليها الحبه تاع طوماطيش نحينا لها كامل الزريعه وقطعوها على 4 باش تعاونوا الاشواغ تاعكم. حتى المعدنوس البنات حاولوا تقطعوه هكا في الصغير، ما تحطوهش كمشه هكايا كبيره باش يعني ما يعيلكمش الاشواغ تاعكم ولا يحصل لكم فيه يكسره لكم ولا يحرقه لكم. المهم قطعوه. زدت هنا الهريسه تاعي مع هذيك لا موطارد، درت الثوم تاعي، وزدت عصره تاع نص حبه قارص كومبلي. يعني هنايا في هاد زوج وصفات سحقيت حبه برك تاع القارص. هنايا نجوز نحط لي زيبيس تاوعي كيما راكم تشوفوا. درت مغرفه ممسوحه تاع البابريكا وتاع الكمون، راح يعطي ذوق بزاف شباب. والفلفل الكحل تحبي ديري نص مغرفه صغيره ولا ديري مغرفه صغيره ممسوحه، كاين اللي ما يحملوش الفلفل الكحل. المهم هنا البنات جبت الباطه تاعي تاع الطون، فرغت كامل الزيت اللي فيها مع الزيتون هذاك. حاولت كامل هذاك الزيت نحبطه، واحتفظت بالطون باش نشبح به في الاخر. وبديت نزيد تانيك شويه تاع زيت زيتون هكا باش يعاونني يرحيها ويعطي تاني مذاق بزاف هايل. وهنايا دورت لاشواغ تاعي وخليته يعني يرحي لي كامل هاد المكونات كيف نتوما. شوفوا انا لاشواغ تاعي يعني مورفه نجربوا، ما نحطلو لي بياس هكا يكونوا خشان يرحيهم لي. مي بصح من الاحسن نقطعوه كلش في الرقيق هكا باش يعاونكم الحال. شوفوا البنات هنايا كيفاش ترحات لي. لازم تتحصلوا على قوام يكون كشغل كريمي، ماشي حتى درجه حتى وين ترجعوها كيما لا بيغي. دوك نوري لكم كيفاش لازم يكون القوام تاعها. لازم يكون هكا شاد روحو شويه وما يكونش ناشف. اذا شفتوه ناشف زيدوا له شويه تاع زيت زيتون وكملوا ارحوا. كيما انا درت مع الزيتون الكحل كشغل رحيتها ولقيتو كلي ناشف بزاف يتفركت، فازت له زيت زيتون. دوك تشوفوا الطريقه معايا تاني. هنايا حطيتها في هاد الطبسي اون اتوندون باش نستعمل الاشواق في الوصفه الاخرى. شوفوا كيفاش جا القوام تاعها بزاف هايل، رايحه نوريه لكم لهنايا. وبزاف بنينه البنات، صدقوني انايا ما تخطينيش كامل كيما قلت لكم مع لي غرياد ولا كي نقلي المرقاز ولا يعني الذوق تاعها هايل روعه. فوالا البنات دوكا ندوزو للسلطه تاع الزيتون الاسود، وفي الاخر نوري لكم كيفاش تشبحوها. هنايا كيف جبت نفس الكميه تاع الزيتون. جبت هنا لي كابخ حوالي 2 مغارف كبار معمرين، لي زونشوا حوالي 6 حبات، شويه تاع الفلفل الكحل برك اللي راح نديروه في هذه الوصفه، ما نديروش لي زيبيس الاخرين، والملح جامي ولا تحطوها كو تعرفوا الملوحيه تاع الزيتون كيفاه. في الاخر ذوقوا اي حاجه شتوها مخصوصه زيدوها. هنا تاني جبت المعدنوس، نص حبه تاع قارص وزوج فصوص تاع الثوم، وعندي زيت زيتون كيما ما بيش مانيش عارفه اذا قلت لكم ولا لا باسكو راني نصور بالزربه. وعندي هنايا شويه تاع الزعتره. الزعتره راح تعطيها ذوق روعه. اذا كانت عندكم فريش خير ما تكون عندكم يابسه. اذا هنايا نفس الشيء البنات، نحطوا الزيتون تاعنا كيما راكم تشوفوا. يعني الصراحه الزيتون الكحل ما يجيش قاطع في الملوحيه كيما الخضر. الزيتون الخضر كي تكونوا رايحين تشريوه ردوا بالكم ذوقوا، هذاك اللي تلقاوه يذبح غير ايفيتيوه. هنا حطيت الزيتون، زدت عليه هذوك زوج فصوص تاع الثوم، ديروهم صغيورين. اللي ما تحملش الثوم دير غير فص يعني، ديري ومن بعد شوفي كي تذوقي شوفي اذا تزيدي الفص تاني ولا لا. هنايا زدت هذوك لي زونشوا تاوعي، وحطيت تانيك شويه تاع المعدنوس وشويه تاع الفلفل الكحل، حوالي نص مغرفه صغيره ولا مغرفه صغيره ممسوحه. وهنا حطيت 2 مغارف كبار تاع لي كابخ، انا نحب لي كابخ بزاف في هذه الوصفه.
ونزيد شويه تاع الزعتره هنايا نحكها من الفوقه كيما راكم تشوفوا. من الاحسن قلت لكم اذا كانت عندكم فريشكه تجي هايله. زدت هنايا نص حبه تاع القارص وشويه تاع زيت زيتون، وزيت زيتون على حساب نتي عينك ميزانك ديري، ومن بعد كي ترحي زيدي شوفي اذا مخصوصه ولقيتيها ناشفه كيما حنلقاها انا دوكا. سبقت لكم الموضوع من قبل، شوفوا كيفاش لقيتها بزاف بزاف ناشفه البنات. نزيد لها كميه واحده اخرى، يعني زيت زيتون رايح يبننها بزاف ويحافظ عليها في الفريجيدار باش ما تخسر لكمش. حتى هذاك القارص راح يلعب دور في الحفاظ عليها داخل الفريجيدار، هكا ما تصوف ما والو. ليسونسيال تخشخوها بالزيت كي تحطوها في لي بواط وتحطوها في الفريجيدار. شوفوا البنات هنايا راني حليت عليها ولقيت القوام كريمي هايل. شوفوا كيفاش ولات روعه. رحت حطيتها هي تاني في طبسي، النص تاعها خبيته والنص الاخر حطيته في طباصه هكا باش ناكلو بيهم. شوفوا هنايا كيفاش جات ما شاء الله، اللون تاعها برك يشهي، شهيتكم في الجنه. ماذا بيا تجربوا الوصفه وتقولوا لي ارائكم في التعاليق وشنو ما تحطولهاش كامل الملح. ذوقوا من بعد شوفوا. هنا البنات واش درت لها، حطيتها في هذه الطباصه سقمتها برك هكا بالمغرفه، درت لها خيط تاع زيت الزيتون هو الاولاني باش تجي تلمع، زدت شبحتها تاع زيتون الكحل، درت لها زيتون الخضر باش يكاسي لي كولور، وفي الوسط حطيت لها كميه الطون هذاك اللي استعملت الزيت تاعو في سلطه الزيتون الاخضر. شوفوا كيفاش جات هايله. وهنا هديه تاع الزيتون الخضر شبحتها بزيتون الكحل تاني، هي درت لها زيت زيتون وشبحتها بالبيض مغلي اللي راح يجي بزاف بنين معاهم كي تذوقوه، وشويه تاع الطوم منا ومنا. وهذا ما كان. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتشاركوها مع اصحابكم واحبابكم هكا باش تعاونوني وتطلع لنا القناه شويه، ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله.